في موضة طالعة هلأ، وهي إنه المشاهير اللي مسيحيين على أساس صايرين شي بيجيبوا شيخ على العزا، شي بيروحوا بيصلوا بالجامع. ومنهم هو باسم ياخور يلي طلع من يومين مقابلة وهو بيقول إنه هو بيفوت على الجامع وبيصلي مثله مثل أي حدا مسلم كيف بيصلي، وكلام لسه مسخرة أكثر من هيك. خلونا نشوف الفيديو سوا. أنا اللي بيشوفوني أحيانا عم بعمل مشهد صلاة بيستغربوا إنه أنا كيف بعمله، لأنه أنا بعرف صلي تماما، وأنا بفوت على الجامع بصلي مثل أي حدا في الجامع عم بيصلي. إنه هو شو بفوت بيعمل؟ بفوت بطج له كم ركعة، بيقولوا له لم يلد ولم يولد، بيقول لهم آمين. بيقولوا عنه من المغضوب عليهم ومن الضالين، شو بيقوم بيقول لهم؟ بيقول لهم آمين. بيقولوا له إنه المسيح ما صلبوه، شو بيقوم بيقول لهم؟ بيقول لهم آمين. شو هالقرف والمسخرة اللي عم يعملوها المشاهير هلأ؟ يعني كله من لحس وتبويس صرامي للإسلام، كلياتهم مشان يزتوا لهم قرشين ويدعموهم. لك شي بيقرف من باسم ياخور لباقي الممثلين، لباقي المشاهير يلي على أساس مسيحيين عم يروحوا يبوسوا صرامي الإسلام وينكروا الرب يسوع المسيح لحتى يتعبدوا لإله قريشي صنم. شو مشان كمان قال إنه هو مانو مع الانغلاق ومع الانفتاح الديني على الأخير. خلونا نسمع سوا هالمسخرة. يعني أنا ماني مع الانغلاق، أنا ماني مع المتشددين اللي بينغلقوا على نفسهم. بحب جدا إنه الحالة الدينية يكون فيها انفتاح على الآخر. يعني أنت ما فيك تحترم الناس بالمجتمع من بعيد لبعيد بدون ما تعمل شزمز أديان ولا تمسيح الجوخ ولحس الصرامة بدمكن؟ يعني هاد غير، اسمعوا لي هلأ بالفيديو مسخرة كبيرة قالها. الرب سبحانه وتعالى بيجمع الناس كلها على قيم الخير والتسامح والمحبة. وشو مشان الله تبعكن يلي على أساس بيجمع الناس على القيم والأخلاق والخير والمحبة والتسامح وما بعرف شو من هالخربطة، إذا دين الإسلام يلي أنت عم تمسح لهم صرامة ذات نفسهم أصلا بالتعليقات عم يقولوا عنك كافر، ما بيجوز إنك تدخل الجامع. هاي أول شغلة. تاني شغلة، دين الإسلام مبني على القتل وتكفير الآخر. على فكرة دين مبني على العنصرية، بيستبعدوا الآخر. هاد غير إنك نسيان شو عملوا الإسلام من 1400 سنة لهلأ بالمسيحيين من مجازر وقتل وذبح. إذا بدي أعدلك وخطف القبطيات وحرق الكنائس، إذا بدي أعدلك من هون لسنة ما بخلص. نسيانة ولا هامك هذا الموضوع كله. قال خير محبة قال. يعني شوف انت، هذا كلياته مثلك مثل باقي المشاهير هدوليك اللي عم يعملوه هو بس لحتى تاخد عملة أكتر ولحتى تنشهر أكتر. شوف من الأخير انت روح انطق الشهادة وأسلم. هاد إذا مانك ناطقة من قبل من زمان كتير، روح اعمل هيك أسلم، لأنه نحنا كمسيحيين ما بيشرفنا يكون حدا ذمي مثلك محسوب علينا مسيحي. وبالأخير هذا الشيء اللي عم يعملوه كلياته المشاهير وغيرهم كلياته اسمه وحدة الأديان. عم يروجوا لهالشيء لأنه هاد شيء شيطاني بحت، وأمنا ماجي حكيت عنه بتفاصيل أكبر لحتى تفهموا شو يعني توحيد الأديان. اللي بيجي بيقلك أنا مع المسلم مسلم، مع المسيحي مسيحي، مع اليهودي يهودي، مع البوذي بوذي، هذا شيطاني. لا تشوفوا محبة، بيورجيكن إنه هذا محبة، بس هذا ما نو محبة ولا احترام ولا أي شيء. هذا بس عم يدعوكن لتكونوا موحدين مثل ما بيقولوا المسلمين، بدهم يوحدوا الأديان، بدهم يوحدوا الآلهة لحتى يعبدوا الشيطان.